بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نجله ونعزه ونعظمه؟ جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات مرة قال: يا رسول الله إني أحبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني أكثر من أولادك؟ قال: نعم. أتحبني أكثر من مالك؟ قال: نعم. قال: أتحبني أكثر من نفسك؟ فتردد عمر قليلا، قال: لا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يكتمل الإيمان عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه. فذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم عاد وقال: يا رسول الله إني أشهد الله بأني أحبك أكثر من نفسي. قال: الآن قد اكتمل إيمانك. ونحن أيضا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا نحبه؟ ولماذا نحبه؟ لأنه هو شفيعنا يوم القيامة، هو شفيعنا يوم القيامة إن شاء الله. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يجلس مع صحابته وقال لهم: إن إبراهيم الخليل يجلس على يمين العرش قريبا من باب الجنة، وأنا أجلس عن شمال العرش قريبا من باب النار. فتعجب الصحابة لأنه يعلمون قدره عند الله، فقالوا له: يا رسول الله كيف تكون أنت عن يسار العرش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع يا أخي جيدا ماذا قال. قال النبي: إن من أمتي من يدخلون النار. أنه كيفكر في الأمة ديالو اللي غادا تدخل النار، هذوك اللي ما تتبعوش أوامر النبي واللي ما اجتنبوش النواهي ديالو، هذوك النبي صلى الله عليه وسلم كيفكر فيهم. اللي ما فكروش هما فيه، واللي ما نصروهش، واللي ما عزوهش، هو النيت يفكر فيهم وباغي يخرجهم من النار وما باغي لهمش النار. فصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بداية الفيديو وانا كنهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم، شحال من مره منين ذكرت انا الرسول صلى الله عليه وسلم انت صليت عليه، انت كتشاهد الفيديو شحال من مره صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم كتعرف منين كيوقع لك شي مشكل كتمشي عند شي شخص كتقول لي تدخل ليا وساعدني في، كيشفع لك عند دوك الناس باش كانهم يساعدوك في داك المشكل اللي انت فيه، كيكون عنده واحد السلطه ولا واحد الوجاهه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد تحت عرش الرحمن ويقول: ربي أمتي أمتي، فيحد الله له حدا ويخرج من أمته من النار. ويأتي مرة ثانية ويسجد تحت العرش ويقول: ربي أمتي أمتي، فيحد له حدا ويخرجه، وهكذا إلى أن يقول الله له عز وجل: أخرج من كانت في قلبه ذرة إيمان. وهذه الذرة لا ترى بالعين المجردة، ذرة إيمان إذ كان في عبد في النار فأخرجه، فيخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شفع له. فتقول الملائكة: يا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لم تترك لغضب ربك على أمتك من شيء. يعني ما تبقى كلهم تقريبا خرجتيه، ما خليتي حتى شي واحد في النار. ورغم ذلك أننا ولينا اليوم كنستهزئوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنضحكوا على الناس اللي متابعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي كنعايروهم. والرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بالغرباء في هذا الزمن هذا، لأنهم هم اللي كيتشبتوا بالدين وكيتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أذكركم ونفسي لأنها اليوم ليلة الجمعة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيها الصلاة عليه. فصلوا على رسول الله، صلاتك واحدة يردها الله عليك ب10 صلوات. فصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.